يا ابن المحظوظة يا فخري. شفت الواد فخر ابو عبد النظير؟ ايه يا عم فخري صاحبك ماله؟ ابوه دخله جامعة ستانفورد ابن اللذينة في امريكا. الله يسهل له يا عم. اهو جامعة ستانفورد دي بالذات ليها قصة غريبة وعجيبة لما جو يعملوها. في يوم من الايام راجل عجوز وزوجته اللي كان بيظهر على ملابسهم انها ملابس للناس بسيطة دخلوا على سكرتيرة مكتب رئيس جامعة هارفارد الامريكية، واللي بتعتبر من اقدم واعرق الجامعات الامريكية، وطلبوا انهم يقابلوا رئيس الجامعة. فقالت لهم السكرتيرة الجملة المعهودة: في ميعاد سابق؟ فقالوا لها لا. فردت عليهم السكرتيرة بكل عدم اهتمام: الرئيس مشغول مش هيقدر يقابلكم دلوقتي. فردت عليها الست الريفية بكل ثقة: خلاص هننتظره مفيش مشاكل. وبالفعل فضل الزوجين منتظرين لساعات طويلة، وبإهمال متعمد من السكرتيرة على سبيل انهم يفقدوا الامل ويمشوا. ولكن مع اصرارهم نجحوا انهم يقابلوا رئيس الجامعة، واللي كان زي السكرتيرة بتاعته مش مديلهم اي اهتمام. فبدأت الزوجة بالكلام لرئيس الجامعة: ابننا كان بيدرس هنا في الجامعة عندكم، لكنه توفى في حادث السنة اللي فاتت، وجينا النهاردة علشان نخلد ذكراه في الجامعة عندكم. فبص لهم المدير كده بصة استعلاء وقال لهم: احنا مش بنحط تماثيل في الجامعة. فردت عليه الزوجة بكل هدوء: حضرتك فهمتنا غلط، احنا كنا عايزين نبني مبنى في جامعة هارفارد يكون باسم ابننا. فرد عليهم بكل سخرية وهو لسه بيبص على ملابسهم العادية: عندكم فكرة مبنى زي ده ممكن يكلف كام؟ مباني الجامعة كلفتنا ما يزيد عن 7.5 مليون دولار. وهنا سكت الجميع وساد الصمت المكان لفترة بسيطة. ظن فيها رئيس الجامعة إنه خلاص اتخلص من الزوجين، ولكنه تفاجأ بإن السيدة بتلتفت لزوجها وبتقول له: سيد ستانفورد، طالما تكلفة بناء الجامعة كلها بالمبلغ ده بس، إيه رأيك ننشئ جامعة جديدة ونسميها باسم ابننا؟ فهز الزوج رأسه بالموافقة، وغادر الزوجان وسط ذهول وخيبة أمل من رئيس الجامعة. وبالفعل سافروا إلى كاليفورنيا وأسسوا جامعة ستانفورد العريقة، واللي بتعد من أعرق الجامعات الأمريكية، واللي بيوصل ترتيبها للمرتبة الخمستاشر في العالم على مستوى الجامعات، واللي ما زالت بتحمل اسم عائلتهم وبتخلد ذكرى ابنهم اللي ما كانش بالنسبة لرئيس جامعة هارفارد بيساوي شيء. القصة دي بتعلمنا الحذر من الاستهانة بأي حد، وما نحكمش على الناس من مظهرهم أو ملابسهم أو لكنتهم أو طريقة كلامهم، علشان في الآخر ما نخسرش أشياء ثمينة في حياتنا، ونتعامل مع الآخرين بقانون الرحمة والمبادئ والقيم الأخلاقية.